السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايبنا عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وأنتم طيبين، تعالوا نعمل حاجة من تجهيزات رمضان، نعمل شوية صابون كده ينفعونا، بتبقى وجبتين اتنين بس مواعينهم كتير جدًا، النهارده عملنا يمكن أكتر من 15 رتل من الصابون، عملناه بطريقة بجد بجد احترافية. ومش هتتكلفي أي حاجة خالص من برّه، كلّه من قلب البيت، بُصّي بيرغي إزاي، ما شاء الله بجد بجد رهيب. أنا عارفة إن لونه فسفوري جدًا، قُلت للراجل أنا عايزة لون أحمر، راح مدّيه لي اللون البينك ده، يعني أحمد ابني أول ما دخل ولقاه بصراحة بقى عمّال يقول لي: "إيه اللون الغريب ده؟ إيه اللون اللي عايز بوليس الآداب ده؟" طب أعمل إيه طيب؟ مش مشكلة اللون، بس خلّينا إن هو تقيل وجميل وبجد، بجد خامة تحفة جدًا. هنا بقى كنت باحُط في الأكياس كده وباوزّع على حبايبي اللي باحب على طول أخلّيهم يشوفوا الحاجة اللي أنا باعملها وبيشوفوها عملي. ما شاء الله تبارك الله بجد، بجد تحفة. ما شاء الله تعمليه بقى كده وتخزّني في قلب البيت وما تشتريش من برّه وتستخدمي الزيت المستعمل. بُصّي هنا آدي نُص إزازة الزيت المستعملة، أنا هنا هاستخدم كوباية كبيرة، جات يعني على الحبّة دول، هاصفّيهم قدّامِك دلوقتي كده وهاخدهم. ما شاء الله هنحط عليه هنا بقى 5 جنيه بوتاص، الكوباية دي يا دوبك حاطة فيها معلقتين مَيّة، طريقة بجد تحفة. الزيت المستعمل ده كنز في قلب البيت. أنا كل الناس اللي حواليّا أقول لهم لو عندكم شوية زيت مستعمل ومش عايزينه هاتوه، يا اشتريه يا تجيبوه أي حاجة بدل ما أنتم تتصرفوا فيه. بُصّي بقى هنا كده قومي قلباهم وقلّبي كويس، طبعًا ليه ريحة، عشان نقضي على الريحة حطي كوباية Ariel حلوة أوي، Ariel، أوكسي، أيًا كان المسحوق اللي عندِك إيه. هنحط عليه كوباية. طبعًا أنا هنا عشان دراعي فهاضطر إن أنا أستخدم الهاند بلندر عشان بيحتاج تقليب كتير لغاية ما توصلي للقوام ده، فأنا هانجز نفسي بالهاند بلندر. بجد طريقة روعة، بس ما تستخدميش اللون الفسفوري اللي أنا حطيته ده، هاتي لِك أي لون تاني. لون بجد وجع عينيّا. بُصّي بقى تخن أوي كده، أنا هنا عشان بس الطبق بتاعي ما يتبهدلش بيبقى مُتعب أوي لمّا باجي أسلّكه، فأنا هاحطه كده فوق بعضه، هاحطه بشكل كده هرمي، عشان يبقى سهل جدًا لمّا آجي آخده، هاحطه بقى 4 ساعات والّا حاجة في البلكونة ينشف. وهنا كان عندي كيسة ليمون كده هتبوظ منّي، رُحت واخداها، قُلت بدل ما أنا أجيب قصنص ليمون، أنا آخد الليمون بتاعي الفريش، الحتّة اللي فيها بوظان هاشيلها أرميها وهنا هاخد بقية الليمونة. عشان تحصلي على ريحة الليمون تبقى حلوة وجميلة معاكِ ما تسلقيهوش بصراحة، إحنا جرّبنا قبل كده المسلوق، لقيت إن الطريقة دي لمّا تقومي عصراه كده بشوية مَيّة فريش بتدّيكِ الريحة أحلى. عندِك بقى برتقان، عندِك ليمون كده هيضرب، استخدميه بدل ما أنتِ ترميه. بُصّي بقى الحبّة الحلوين دول وهازوّد عليهم برضه تاني. هنا خلاص جِمد أهو، هابتدي بقى كده بُصّي بالطريقة الهرمية دي بيبقى سهل التكسير، كسّريه بقى ابشريه زي ما أنتِ عايزة. أنا المبشرة بتاعتي نسيتها، فبالتالي هابتدي أعمله كده بالسكينة. بُصّي جامد إزاي، حطيته في قلب البلكونة في الشمس بتاع 4 ساعات، وممكن تسيبيه لتاني يوم، يعني كل ما نشف أكتر كل ما ادّاكِ طريقة حلوة. بُصّي بقى هنكوّمه هنا كده، هاجيب حلة، جِبت حلة هنا صاج، لإن الألمونيا بصراحة بيبقى دعاكها بعد كده صعب، وهابتدي أغليهم على النار، وأثناء ما هُم بيغلوا على النار هنا بقى هاجيب 2 رِتل من من الصابون، المَيّة، 2 وهاحط رِتل مَيّة. عليهم نُص كوباية سكر، هاحط ربع كوباية من الخل، هاحط جايبة ب3 جنيه من البيكربوناتو، رُحت قلباه وحطيت حوالي 4 معالق من الملح، 4 معالق أكل. هابتدي هنا أدوّب كل الكلام الجميل ده مع بعضه،
وادي كمان قلبت السائل بتاع الليمون. اول ما تقلبي سائل الليمون هنا هتشم ريحة الليمون الفريش. هنا بقى السائل اللي ساح على النار، الجزء اللي انت مسكتيه بقى كده داب منك على النار، حطيناه في قلب الحله الصاج، وحطينا له 2 رتل من الميه، واحتاج رتل كمان رحت قلبهوله، وتنتني اقلب فيه بقلب المضرب السلك كده لغايه ما القوام تقيل بقى زي البشاميل التقيل. قلبته زي ما انت شايفه كده كله مع بعضه. وهنا جايبه رتل من الصابون. هنا انا كنت عايزه اللون الاحمر ده، طلبته من الراجل، معرفش ابن الذين اداني بينك. وهنا كنت جايبه ب5 جنيه من الجريسلين. بصي القوام بقى تقيل ازاي، حطينا الجريسلين وحطينا رتل من الصابون البريل الجاهز من عند الراجل عشان يعزز معانا الدنيا. وهنا انا كنت فاكره ان اللون دوت احمر، بس للاسف اداني لون عايز يتقبض عليه. بصي يعني بجد وانا بصور كان واجع عينيا، اللون نفسه وجع عينيا. بس مش مشكلة خالص، المهم ان هو حصلنا على نتيجة كويسة ما شاء الله. بصي وهو لسه في قلب الطبق، انا عايزاكي تشوفي قد ايه تقيل. بجد الزيت اللي في قلب البيت المستعمل ده كنز، كنز بجد. احنا ما كناش عاملين حسابه، وكنا بنرميه او كنا بنبيعه للناس وهم بيعملوا بيه الحاجات اللي احنا بنشتريها. لأ بُصّي جميل جدًا، 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 تقيل وحلو، ولسه كمان وأنتِ بتحطيه هتخففيه وتستخدميه، بجد رهيب، رهيب. بُصّي أنا باعمل لِك إزاي عشان أورّيكِ الرغوة، وأظن إن أنا وريتها لِك في بداية الفيديو قد إيه حبّة صغنّنين حطيت عليهم كوباية مَيّة، ادّوني رغوة هايلة. هايلة ما شاء الله. طبعًا محطوط له خل ومحطوط له بطاط ومحطوط له كربوناتو وملح والملح ده مادة حافظة ليه على فكرة، والسكر بيزوّد الرغاوي. ما شاء الله. شوفي أنتِ بقى يمكن الحاجات اللي أنتِ اشتريتيها حاجات بسيطة مش هتعمل لِك حوالي، أنا عملت حوالي 15 رِتل، مليت جيركن كبير وكام إزازة. ما شاء الله تبارك الله، بجد، بجد وصفة خطيرة. ما تنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ إيمي البسيوني. همي يلا وجهزي الحاجات اللي احنا بنستخدمها بدل ما احنا نشتريها من بره. املي بيتك خير بحاجات جميلة وموجودة في البيت، وما تشتريش من بره. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير كتير. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ إيمي البسيوني. بجد وصفة خطيرة خطيرة، المنظفات في البيت وما تجيبهاش من بره، الدنيا غلا، وفري ودبري. حبيبة قلبي أسيبك في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.